سنفنى كلنا ما من مفر رغم التعلق بالحياة وبالبشر. سنودع الدنيا وينسى أمرنا إلا الذي قد كان يوما ذا أثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيها عمار تقتله الفئة الباغية. فقال عمار رضي الله عنه: أعوذ بالله من الفتن. تتعجب من شأن عمار رضي الله عنه مع أنه قطع من الفئة الناجية بدلالة الحديث، ومع ذلك تعوذ من الفتن. وهذا من عظيم فقه السلف لهذه الفتن، فإن الفتن تحمل في طياتها الشر، فكيف بحال الذي لا يدري أهو ناج أم لا، ومع ذلك لا يتعوذ من الفتن، ولربما حقر من شأن الفتن أعاذنا الله منها جميعا. قال تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. في بعض الأحايين لربما تتشوف نفسك في أن ترى الحقيقة كاملة أو تريد سماعها بالتفصيل كما هي، ولو كان كذلك لربما قد أحجمت عن المضي قدما في تحقيق هدفك، فلعل غياب جانب من الحقيقة خير لك من كشفها كاملة لمواصلة سيرك لتحقيق ما تصبو إليه. قال تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. فالمؤمن طموحه عال، فلا يرضى بأقل درجات ولا يثنيه عن ذلك مهما كانت الصعوبات، فلله دره رسم هدفه، وهو بأن يكون قدوة صالحة للمجتمع، فهو ليس لتحصيل ذلك مستعين بربه. هكذا فلتكن همة المسلم عالية حتى ولو كان في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل سلمان رضي الله عنه عن عيوبه، أي عيوب عمر؟ فاستعفى فألح عليه، فقال سلمان: بلغني أنك جمعت بين إدامين على مائدة، وأن لك حلتين، حلة بالنهار وحلة بالليل. فقال: وهل بلغك غير هذا؟ قال: لا. قال: أما هذان فقد كفيتهما، إلى آخر حديثه. فهؤلاء القوم سلمت قلوبهم وطهرت سرائرهم، فحسنت ظنونهم ببعض. وأما حال بعض الناس اليوم مرضت قلوبهم وتدنست سرائرهم، فلذلك ساءت ظنونهم، فتجده عابس الوجه مقطب الجبين اتجاه من نصحه، ناهيك أن يطلب منه أن يرشده إلى عيبه. ثم تأمل في عيوب السلف الأولين في إدامين وثوبين. وأما نحن فقد تعدى الأمر لربما إلى تضييع بعض الصلوات وارتكاب بعض المحرمات، ومع ذلك الناصح لنا قليل، وإذا أتانا كدنا له بالويل. يشتكي كثير من الناس اليوم لربما في وظائفهم أو في دراستهم أو في بيوتهم أو في علاقاتهم أو إلى آخره بأن أموره متعسرة ويبحث عن التيسير. تأمل هذه الآية: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. التيسير ليس بنوع العمل الذي تعمله أو المنصب الذي تشغله، إنما يكون بنوع الطريقة التي تمارسها. فمن اتقى في عمله وتصدق باليسير مما حصل وأيقن وامتثل بما جاء من ربه كان له التيسير مهما كان عمله، ويحصل له التيسير في الآخرة بقدر ما امتثل بهذه الصفات. قرارك بالهداية لا تعلقه بأشخاص فتقول إذا اهتدى فلان اهتديت. لا تجامل في هدايتك أحد، بل أقبل على ربك وانجو بنفسك. فقد قال موسى عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فلا تنتظر أحدا فقد وافيك الأجل وهو لم يأتي فتخسر حينها، فبادر قبل أن تغادر. هل سمعت يوما دبيب نملة قد دبت بجانبك؟ قد تستغرب من هذا السؤال ثم تنفي بأنك لم تسمعه، ونفيك هذا بعدم سماعه لا يفيد بأن النملة لم تدب أصلا. أقول فكذلك الرياء، ننفي أن يكون الرياء قد خالط شيئا من أعمالنا وما يدرينا عن ذلك، فلربما خالطها شيء منه وما شعرنا به، بل يزيد على ذلك أعني الرياء أنه أخفى من دبيب النملة كما قد جاء في الحديث، فاللهم اعف عنا. للإنسان جوانب متعددة في هذه الحياة، ولكن من أشد هذه الجوانب خطرا عليه جانبه مع الشيطان، إذ لا هودة معه ولا مسالمة حتى الممات. والعجب أن تعرف هذه العداوة أي عداوة الشيطان ثم يتهاون الإنسان معه. ولذلك قال أحد السلف: إياك أن تكون عدوا للشيطان في العلانية وتكون له صديقا في السر. وأحسن من ذلك قول أصدق القائلين سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أبعد هذا تصادقه؟ قال تعالى على لسان ابن يعقوب عليه السلام: فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا.
لا يلزم ما تراه يكون هو الحقيقة، فقد ترى أحد أصحابك على شيء من الأمور فتسيء به الظن، بينما الحقيقة إذا ظهرت لك فيما بعد مخالفة لما ظننت به، فتكون حينها قد خسرت هذا الصديق، فلا تستعجل في إبداء حكمك على الآخرين. قال تعالى في قصة الخضر مع موسى عليه السلام: قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. مهما ارتفعت مكانة النفوس وعظمت إلا أنها تبقى بشرية، فلربما ضاق صاحبك من تصرف قد فعلته أو كلام قد قلته، فلا تلمه على ذلك، لأنه مهما ظننت بصاحبك بأن نفسه عالية ومعاملته راقية، إلا أنه يمر بالنفوس وقت من الأوقات يتعكر فيه ولا يكون في حالة تستدعي الحديث معه، فإذا فقهنا هذا جيدا لربما أزاح كثيرا من الظنون السيئة التي تخطر في البال. قال تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم أيها المطيع لربك، اثبت على استقامتك ولا تلتفت إلى قول المخذلين، فلربما مقتوك أو سبوك، لكن في قرارة نفوسهم يودون لو كانوا كمثلك، ولكنهم لا ينطقون بذلك، لربما كان ذلك استكبارا أو حسدا أو إلى آخره، ولكن كما جاء في القرآن: لا يقولونها في ذلك الموطن للمؤمنين، انظرونا نقتبس من نوركم. ولهذا فاستكثر رعاك الله من الأنوار حتى تطيب لك الدار. قال تعالى: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إذا استقرت عظمة الله في قلبك فاسعى أن تتخلص من الوسائل التي توصلك إلى معصية الله، ولا تكتفي بالتواري عنها أو الاختباء منها وقت دون آخر، بل اقطع عنك كل ما يذكرك بالمعصية، فإن ذلك من علامة صدق التوبة. قال تعالى: وأخذ برأس أخيه يجره إليه، مع شدة هذا الموقف إلا أن الأخ متحمل لأخيه، وهو قد أخذ برأسه وربما أحس بأذية، وهو مع ذلك صابر لمعرفته معنى الإخوة. فلماذا البعض لا يتحمل من إخوانه الكلمة الواحدة أو حتى الإنصات لهم، فلم نعد نتحمل صبرا لذلك؟ ضاقت النفوس وخف الصبر وضعفت روابط الإخوة. إذا أحببت شخص ما فإنه لا يلزم أن تفشي أسرارك له، لأنه ليس هناك تلازم بينها وبين مقدار محبتك، فعدم إعلامك له بسرك ليس دليلا على بغضك إياه. ولذلك تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصحابة إليه أبو بكر، ولكن صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم هو حذيفة رضي الله عنه. ولذلك لربما بعض الأصدقاء يجد في نفسه شيء على صديقه لأنه لم يصارحه بسره، فلينتبه لهذا لكي لا تفسد المحبة بين الأحبة. في الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالإنسان لربما لم يخطر في باله أنه يعيش في مقبرة وهي بيته في الواقع لأنها خلت من الطاعة، فكذلك لربما حمل في صدره قلبا ميتا تراه خاليا من أعمال القلوب وهو لا يشعر. فتفقدوا قلوبكم واعمروا بيوتكم. قال تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لربما سرك منظر من أحوال بعض الناس اليوم، ولربما تمنيت أن تكون مكانه، ولكنه في الآخرة ما تدري لعله يسوءك منظره، فتقول حينها ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أفلا كانت هذه المقولة هنا قبل أن تكون هناك؟ في حياتنا اليومية نجد من أهالينا أو أصحابنا أو زملائنا أو غيرهم أشياء يقدموها لنا، ولكن موقفنا اتجاه ذلك لربما البعض يوصفه بالسلبية لأنه ينظر إلى المستوى المقدم هل يناسبهم؟ لا. بينما لو تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أمرا آخر، وهو أنه مرة قال لأهله: هل عندكم من طعام؟ فقالوا: ما عندنا إلا الخل. قال عليه الصلاة والسلام: لعلم الأدم والخل. انظر هنا أثر النبي صلى الله عليه وسلم على الخل تقديرا لجهد أهله، ولكن لا يحزنهم في السكوت عنه أو رده. فيا ليتنا نثني على من يقدم لنا ولو كان شيئا يسيرا، فقد يكون هو أعظم ما يقدمه الآخرون لك وأنت لا تشعر. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة. رواه البخاري في الأدب المفرد. ذكر بعض أهل العلم لفتة جميلة في هذا الحديث، ألا وهي: إذا كان الله قد نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن ضرب أهل الصلاة في الدنيا، ففيه إشارة بأن الله يسلمهم يوم القيامة من خزي النار، فحافظ على الصلاة ولا تفرط فيها، فكم والله من الخيرات في الدنيا والآخرة ستجنيها بسبب محافظتك على الصلاة. قال تعالى عن أولئك القوم: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب هؤلاء تركوا ذكر المدينة ونطقوا بالاسم القديم لها، فهم لا يريدون لغيرهم أن يتقدموا في النور.
وهكذا الحال بالنسبة لك، يأتيك من المخذلين من يذكرك لربما ببعض فشلك لكي لا تتقدم، لأن هذا يغيظه، فلا تلقي له بالا ولا تدع له مجالا. وإن كان على شكلته لا يستحقون أن تعطيهم فرصة في حياتك. قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: قال لا تثريب عليكم اليوم. ليس العجب أن يعفو عنهم، بل أن يصل به الكرم أن يدعو لهم وهم لم يطلبوا منه. بعد ذلك فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، ولله دره ما أعظمه. قال تعالى عن ملكة سبأ في شأن كتاب سليمان عليه السلام: قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، مع أنها لم تكن على دينه بل كانت على الكفر آنذاك، ومع ذلك لم يمنعها هذا أن تنزل الكتاب الذي أتاها منزلته اللائقة به من الثناء عليه. والبعض لربما اعتراه بعض الحسد على زميله فقبح منه كل شيء جميل، وحبس لسانه من الثناء عليه بما هو أهله. من الأمور المحمودة أن تفرح لفرح أخيك أو تهنئه لمناسبة سعيدة له. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بتوبة كعب بن مالك رضي الله عنه: أبشر بيوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وكذلك هنأ أبي بن أبي كعب لمعرفته بأعظم آية: ليهنك العلم أبا المنذر. فبادر إخوانك بحضور أو اتصال أو رسالة أو هدية أو غير ذلك، فإن ذلك من الأعمال الجليلة. عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. كثير من الأسئلة أو المقالات أو المقاطع أو إلى آخره ينشغل بها الإنسان وهي ليست في صالحه أو ليست ذات منفعة له، فانظر توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل فيما ينفع. ولذا أخي انشغل بما ينفعك واترك عنك بما يشغلك ولا ينفعك ولربما أضرك. قال تعالى: فألقي السحرة ساجدين. انظر كم مضى من أعمارهم وهم في ظلمات المعاصي والفجور، بل بما كانوا عليه من الكفر في السنين الماضية، ثم كانت هذه السجدة فأحالت قلوبهم إلى قلوب مؤمنة طاهرة. قيل إن الله أراهم منازلهم في الجنة في سجدتهم ليعظم حينها ثباتهم. لربما سجدة منك طهرت قلبا وغفرت ذنبا وسكب فيه دمعا وقبلت توبة، ومن صدقه الله ووفقه لرضاه. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحدا فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. تأمل رعاك الله، هذا جماد، ومع ذلك لما جاء ذكره بالاسم بين النبي صلى الله عليه وسلم محبة له. والبعض يقابل أحبته كثيرا ومع ذلك لم يقل لهم إني أحبكم. ولربما يأتي ذكر أسماء أحبته عرضا في مجلس قد غابوا عنه، ومع ذلك لم يعلن محبته لهم بين الناس كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد. فأعلنوا محبتكم لأحبتكم لتعظم حينها مودتكم قبل أن تفقدوهم أو تفقدوا، وتتحسروا أنكم وددتم لو كنتم قد أعلمتموهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوم الخندق شغلونا عن صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا. وللحديث روايات أخرى، وقد استنبط شيخ الإسلام رحمه الله بأن هنالك علاقة بين القلب والقبر. ولذا إذا أردت أن تعرف حالك في قبرك فانظر إلى قلبك، فقلبك في جسدك هو أنت في قبرك، فماذا تريد أن تراه في قبرك غدا؟ قال الله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحزنه على قومه، ولكن الله علمه منه بذلك فسلاه. فيا أيها المحزون لا تضجر، فإن ربك يعلم بما يختلج في صدرك، فأحسن الظن بربك. ما الفائدة من السيارة إذا لم أستخدمها في زيارتي لأقربائي وأحبائي في العيد؟ ما الفائدة من جوالي إذا لم أستخدمه في الاتصال بأصحابي وزمائي في العيد؟ اكتفي برسالة جماعية تحدد للكل وكفى، فالجمع يفعله. ولكن هل تبقى أثرا كما لو اتصلت به أو زرته؟ فالطريقة الثانية بلا شك أعظم من الأولى، لأنها كفيلة بسرور تدخله على قلب أخيك. فكم لك حينها من الصدقات بحسب ما تحتسب ذلك عند ربك. ادخل السرور على قلوب إخوانكم قبل أن تفارقونكم، وتمنون وقتها أن لو قد فعلتم. دقيقة واحدة باتصالك لربما تفرق شيئا عظيما في أخلاقك. وكل عام وأنتم بخير.